الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب الولي الصالح الفائز الوارث المالك السائل عالم الجاهل والباعث والسائل والزاهد يسبح العابد والمعين والطالب والوارث ويهد والوالد والنائب والصالح والجميل والزائر يدرك بعضه الساكن ويسوع لبعضه القائل لا إله إلا الله. كافرنا يوم دعاء والأجيال في جنة ولما المخل عظما عبدا وعوضا وحملا مزيدا وشعرا وكلمة من مختلف وتراكب مما ينبغي أن يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. ويوم سنلتقي بصلاة التراويح والمواهب ينزل بكل ليلة ونسأل الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. لا إله إلا الله. بحجر فاء للهول المطالب ولو رأيت الخدمات يمن على الأبدان والبدان في الدموع السواكب والجرى بين يدي العجائب وخائف بنفسه عاتب وبكل من الذنوب إليه هارب. فلا يدون في الاستغفار حتى يكفك في النار ذلول الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأضمنوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من الجهل وهو خائف. سبحانه وتعالى المجد وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام الذي فرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء
الحجة على عباد الأسلام والكواكب قيل وموسى عليه السلام ولكن هذا حبيب وموسى كلم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام يبشر به وهو بين يديه نبوته كالهادي قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه بنية الأوطان وتوسطه بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال والنبي استخرجه من الغيب الغالب يموت أبوه وأمه ويقبله جده ثم الشريك وأبو العالم اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم صلى في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهم وشفاء فلا تسكنوني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولو في المنام اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وزلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث بانتهاء ما بين يدي القيامة في دار على من وجوه ومهما يدعو السائل فجري الجبين ليل الدوائر الفرام في علمه والفم والهاجر سمع يسمع سائر قلم بصر إلى سبيل التباكر ساكر وبلوا بين فزال ما استجابنا من النوائب صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه الأشجار وخاطبت أهجر وحمل يجد وحديه حزين نادب صلى الله عليه وسلم تجمر بركتها في مكائن وبشر قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن خدمة على الدوام مراكب إنه يعفو ولا يعاقب ويحسن يصمت ولا يجاهد أرفعه إلى شرف المراتب في رقبة لا تنبغي قبل ولا بعد الراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقوا على الكونين فانقسم عن العالمين ووصل إلى قضاء قوسين رسلا والنبي والمقام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده بالعرش قبل أن يبرز الفرش وقد نال جميع مآرب وإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف الأقوال سعت لي الوعي وحسبين على الأقدام والنجاة اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لا سواك على على من خير من
Nabi
الله عليه وسلم بأشرف المآسم والمراتب أحلاله على ما من المواحد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى السيد العظيم إلى سائر العظيم والعارض صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المآذن والمناقب صلاة والسلام دائمين متنزلا ليقظ ويوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه أول ما نستمع به وعلى سيد وعلى النبي كان قدر عظيما ولسانه كريم وسرعته مستقيما قال حكيما لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
أنبار العلم الدافق ولسان القرآن النادق أوان علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني بالسكينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم ولم يزل الله عز وجل ينقلني إلى الأسباب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يتقيا على سواهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا وإن كان يكتبه ويدخله الصندوق فلما متى بي فتته فإذا به نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شره ويتنزل على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يسقون بصلاة كسقوفهم بالقتال قلوبهم وصائبهم يملون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يدون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يدون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي ما جعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقول وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببدل المجهود وواسفك عاجز عن حسب ما هويت من إيصال الكرم والجود الكون إشارة وجه المقصود وأشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلياء شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم بمشرق الألباب سماعة أهل الأحباب المحسوس بأسرة الأنظار الراكي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمال إبلاسة ولا حجاب فلما آن أعوان ظهور شمس الرسالة في سمائها الدلالة خرج به الناس والدليل أكيد وملكة جبريل يا جبريل ناديك سير المخلوقات بمن يرجو السماوات بالذات والبشارات وإن نور الرسول أسر مكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء صلى الله عليه والكل يأتي ليلتي لا بكر به مسرورا
وبارك عليه وعلى آله. راحت الأيام Hajar Aswad mulia
ولما اشتد في القلب برب الحق وطاعة الحبيب صلى الله